مغسول بعد ما غسلته، هذا شكله عشان أبدأ أبني المفتول عليه. هي بدأ يفشفش شوي شوي. أنا بحب أحط كمية كبيرة من طحين القمح، لأني بدي إياه يطلع بطحين قمح، ما بدي يكون طحين أبيض كثير، لأنه بطحين قمح لحاله أسكى. يعني تقريبا أنا هيك مش حاطة طحين أبيض، يعني أنا تقريبا مفتولي كله بطحين القمح أسكى. صحيح الحبة بتكبرش كثير بس كويسة، لا كبيرة بتكون ولا صغيرة، منيح حجمها. هسه بفرجيكوا كيف. حط طحين قمح فوس الأصابع، لازم نلف فيه. مرة مية مرة طحين قمح. أحط مي، ضل أشتغل فوس أصابعي هيك. مفتول بده خفة. بتذكر زمان إني الله يرحمها كانت تفتل مفتول، وكنت أقعد جنبها وتقول لي نقي الحبل الكبير اللي بيطلع من المفتول. عمري ما فكرت أتعلم، لأنه كانت الله يرحمها تعمل وتطعمنا. أركن عليها أقول هي أمي عايشة خلص هي بتطعمنا، ليش أتعلم؟ مدام في حدا يعمل ويطعمك ليش تتعلم؟ بعد ما ماتت أمي الله يرحمها بطل حدا يطعمني المفتول. أنا بحب المفتول بموت عليه، كثير بحبه. قلت والله غير أشتري من السوق وأطبخ أجا عبالي. رحت اشتريت من السوق، الله لا يوريكم هالمفتول اللي اشتريته كيف حبة المعكرونة، زي المعكرونة بالضبط. طبخته والله ما ذقته، كبيته للعصافير. قلت طب ليش أنا ما أتعلم؟ اللي عنده إيدين وفي براسه عينين بتعلم، فيش أسهل منها. والله وتعلمت مرة عن مرة، زبط معي. شو طلع عن هالمفتولات يطلع عن زكيات بشهن. ومن بعديها صرت أنا أعمل إلي ولأولاد. بنتي الصغيرة قاعدة جنبي قالت لي يما خلينا أسوي، قلت لها تعالي سوي. والله ماني مخليها بنفسها، خليها تلعب لها شوية. هاي حبات المفتول بدت تتدور. وبدوا يتدوروا. هاي الحبات بدت تلف وما شاء الله عليها وتكبر. على طول مرة طحين ومرة مي، مرة طحين ومرة مي. هسه ببدأ أنخل الطحين، لأن الطحين اللي بدي إياه في شوية طحين بنخل المفتول. الحبة ما أحلاها مدورة بتجنن. هيك حبات المفتول صارت جاهزة ما شاء الله، كلهن تقريبا نفس الحجم مثل الخرز. وهون جهزت الطنجرة تاعت المفتول عشان أبدأ أهبل بالمفتول التهبيل الأولى بدون أي إضافة. طبعا راح أخليه على الغاز تقريبا نص ساعة يتهبل.